السلام عليكم. ما زال اللبس وأحيانا التلبيس المتعمد يقع حول مفهوم الفتنة إلى هذا اليوم، ويتم التحذير من الفتنة باعتبارها نتيجة لمطالبة الناس بحقوقهم ورفع المظالم عنهم. تكلمت عن هذا الموضوع في فيديو فصلت فيه موجود على قناتي باليوتيوب بعنوان فتنة التحذير من الفتنة، تقدرون ترجعون له. ما نشاهده في سوريا يتم استغلال هذه الأيام أبشع الاستغلال لتخويف الناس من المطالبة بأي حق تحت شعار التحذير من الفتنة، فيتم الزج بمصطلح الفتنة ثم ربطه بالمطالبة بالحقوق، وأن نتيجة ذلك ستكون مثل ما يحصل في سوريا في أبشع أنواع الاستغلال والاستغفال والتدليس، وإذا أردنا أن نحسن الظن نقول سوء الفهم. فاللي يبي يعترض الآن على أي شيء حتى لو على زيادة أسعار البنزين يقول له دير بالك ترى تصير مثل سوريا وهذه فتنة، اسكت واصبر. تقول له اخصموا من رواتبنا بغير وجه حق، يقول لك احذر الفتنة. تبي تعترض تصير مثل سوريا، دير بالك هذه فتنة، اصبر واسكت. تقول نريد أن نظهر تعاطفنا مع إخواننا في سوريا، يقول لك مالك إلا الدعاء، أي شيء تسويه خارج بيتكم اعتصام أو وقفة احتجاجية ستؤدي إلى فتنة تصير مثل سوريا. وهكذا يتم توظيف الأحداث في سوريا واستغلالها أبشع الاستغلال لتخويف الناس من المطالبة بأي حقوق أو إنكار أي منكر تحت شعار الخوف من الفتنة. ما يحدث في سوريا هو ليس نتيجة الاعتصامات السلمية أو المظاهرات أو المطالبة بالحقوق، هذه ليست سبب الفتنة. الذي قام بالاعتصامات السلمية لمطالب مشروعة ليس هو الذي أحدث الفتنة، الذي أحدث الفتنة هو الذي ضربهم بالصواريخ والطائرات. الذي يقول كلمة الحق ليس هو صاحب الفتنة، عمر كلمة الحق ما كانت فتنة، وإنما الذي يعتقل من يتكلم بالحق هو صاحب الفتنة، الذي يتم تصويره ويتم محاولة زرعه في عقول الناس أن الاعتصامات السلمية هي الفتنة. لا، الفتنة هي نتيجة سببها الاستبداد والظلم والقهر وأكل حقوق الناس. الناس تصبر ثم تنفجر بشكل لا إرادي. لذلك يقول الكواكبي رحمه الله: الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجارا طبيعيا. وهذا ما حصل في تونس وحصل في سوريا. أهل سوريا لم يحرضهم أحد، هم انفجروا انفجار طبيعي نتيجة عقود من القهر والاستعباد والاستذلال، وليس انفجارهم هو سبب الفتنة، وإنما الاستبداد الذي ضغط عليهم لسنوات طويلة هو سبب الفتنة. لذلك الظلم يجب أن يغير وينكر ابتداء، لأنه كلما طال الظلم كانت ضريبة تغييره باهظة ومرتفعة. وهذه الفكرة عبر عنها ابن تيمية في منهاج السنة تعبيرا دقيقا جميلا، قال: إن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم. لاحظوا، يبتلى الناس بفتنة بسبب الظلم وليس بسبب إنكارهم. يكمل ابن تيمية يقول: فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم فيعجز عن ردها حينئذ، بخلاف ما لو منع الظلم ابتداء فإنه كان يزول سبب الفتنة. إذن سبب الفتنة هو الظلم وليس المطالبة برفع الظلم. إذن يا مشايخ، يا علماء، يا مفكرين، طالبوا بمنع أسباب الفتنة، الأسباب الحقيقية. تعمقوا شوي في معرفة الأسباب. المظاهرات، الاعتصامات، المسيرات، هذه نتائج وليست أسباب. السبب الحقيقي وجود الاستبداد، وجود الظلم، هذا هو السبب. للأسف الحديث عن الفتنة اليوم كله موجه للناس اللي هم في الحقيقة ضحايا الفتنة. يجب أن يوجه هذا الحديث لمن حكم الناس بالحديد والنار، هم سبب الفتنة. الفتنة هي حصاد الاستبداد، من زرع الاستبداد اليوم سيحصد الفتنة في المستقبل. ولا تقولون